تم استقبالهم استقبال غريب جدا في المطار هناك بأعمال سحر وشعوذة ومعيز في المطار، ويعني كلام كان على ان الاستعدادات الأمنية ما كانتش موجودة بالشكل الكافي، تأمين المنتخب، كل دي حاجات احنا عايزين نطمن على بس المنتخب ونشوف كل اللي حصل معاهم دول بعد رحلة طيران 13 ساعة في أجواء فيها برق ورعد، وده أثر بأي شكل على الحالة النفسية والمعنوية لمنتخبنا. زميلنا مهيب عبد الهادي هو موجود حاليا دلوقتي في النيجر وبعت لنا التقرير ده نشوفه مع حضراتكم ونرجع لكم مرة ثانية. بقول لك الجنب كده لا مفيش هو راح ليه بقى كنا عاملين شغل علينا الشغله دي هو مكي فتحي عايز ايه الحمد لله على السلامة. قول لي استعداد منتخبنا للمباراة المهمة دي. مفيش والله مهيب، زي ما انت شايف الحمد لله استعداد كويس، وقبل ما نطلع النهارده الصبح اتمرنا تمرينه كويسه جدا، وان شاء الله نعمل مباراة تليق بمنتخب مصر وبطل افريقيا، وان شاء الله لازم يعني لا بديل عن 3 بونت دول يا مهيب زي ما انت عارف. يعني شايف استقبال حار وسحر وشعوذه وخضونا في المطار. والله انا مش عارف، الراجل طلع لنا بمعزه وحاجات غريبه كده، انا مش فاهم، انا رميت عليه الشنطه وانا طالع والله العظيم يا مهيب. فالحمد لله طبعا قريت آية الكرسي في وشه وبعد كده رميت عليه الشنطه. النجم الكبير عمرو زكي برحب بيك، وما شاء الله في الفترة الأخيرة فورمة عالية، وطمنا على مباراة مصر والنيجر، والناس يمكن ما فيش حلول إلا الفوز إن شاء الله. ان شاء الله اطمن الناس، الفرقة وصلت الحمد لله يعني من رحلة متعبة. هي رحلة انا كان صحيان الساعة 8:30 الصبح، دخلوا تمرين صباحي، بعد كده يعني الرحلة بدأت من حوالي الساعة 3، مطار القاهرة وصلنا الساعة 3 هنا بالليل. الحمد لله ده نام كويس وكلام من ده، والنهارده في التمرين الشكل طمئن الكابتن، عملنا تمرين قوي شويه عشان خاطر يفك التعب بتاع امبارح بتاع السفر. اللي الصبح اتلغى طب ما ينفعش طبعا نقول الصبح، احنا وصلنا الساعه حوالي حوالي الساعه 4 الفجر يعني. فاللعيبه الحمد لله ادت بشكل كويس النهارده، وباين ان هم في فورمه عاليه ومركزين، وعندنا مهمه صعبه، لكن منتخب مصر دايما في المواقف الصعبه بيكونوا رجاله كلهم. ان شاء الله الكابتن حسن يكون قاري الفرقه بشكل كويس. ربنا يوفق المنتخب ان شاء الله ويكفيهم شر اي حاجه. بنتكلم على الحركات اللي شفناها دي، ربنا هو الحامي، ولا سحر ولا شعوذه. ان شاء الله منتخبنا باذن الله يفرحنا كلنا. اشوفكم بكره باذن الله. حياه اليوم بكره جمعه الساعه 7.